بيتزا الدجاج بالباربيكيو هذه قليلة بالكربوهيدرات وفيها أكثر من 150 جرام بروتين. أول شيء في الخلاط بنضيف دجاج مفروم وبنكسر فوقه بيضة وبنضيف عليه خلطة بهارات مشكلة بكتبها لكم تحت في الوصف وبننزل موزاريلا لايت عليه. بنضربهم سوا على صينية مناسبة للفرن، نعطيها رشة بخاخ زبدة. بننزل خليط الدجاج على الصينية وبنشكله زي البيتزا. رش شوي بخاخ زبدة في يدك عشان تقدر تشكلها بدون ما تلصق. كذا شكلها، هذا شكل مناسب، مو بيرفكت طبعا، بس عموما كل ما كانت أسمك أكثر البيتزا كل ما زادت مدة طبخها. الحين بناخذها على الفرن حرارة 450 لمدة 15 دقيقة. هذا الشكل اللي نبغاه. بالنسبة للتوبينجز تفننوا فيها. أنا حطيت باربيكيو صوص وبدهنها على السطح زي كذا، موزاريلا لايت مع مشروم، بصل، ريحان، وآخر طبقة موزاريلا زيادة. هذه الحين بترجع للفرن مرة ثانية، ولكن هالمرة حرارة من فوق فقط لحد ما يذوب الجبن وبكذا خالصين. شوف بس قطعها، قل بسم الله. كرست الدجاج رهيب، يحسسك انك تاكل برجر، وبالاضافه الى ان في قرمشه على الاطراف. جربوها، ولو تبون وصفات سهله وممتازه للدايت بعد شيكوا على كتاب الطبخ حقي، الرابط في حسابي.